هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده فيديو طلب مني كتير جدا على قناه الفلوجز، وهو الميك اب اللي انا كنت حاطاه في الفوتو سيشن بتاع عيد ميلاد ديالا. هحط لكم الصوره هنا لشكل الميك اب بتاعي عامل ازاي. والصراحه كان عامل كاني طالعه من علبه لبان، وكان كله بينك في بينك كده، بس الصراحه كان شكله كيوت قوي وكان لايق على الثيم كله بتاع الفوتو سيشن. فالنهارده يلا سريعا خليني اوريكم عملت الميك اب لوك ده ازاي. هو سهل جدا جدا جدا، يعني العادي بتاعنا، بس خليني اقول لكم استخدمت ايه وعملته ازاي والكلام ده كله. مش عايزه اضيع وقتكم ونتكلم كتير قوي في الانترو. ما تنسوش بس تعملوا لي فولو على انستجرام، هتلاقوا الاكونت موجود دلوقتي على الشاشه. وبس كده يا حلوين، يلا بينا على طول نبتدي. بصوا في الميك اب لوك ده انا كنت حاطه عدسه، فخلي العدسه في الاخر اما البس بقى الاوتفيت كله واوريكم شكل الميك اب في الاخر، لان انا مش قادره خالص ان انا البس العدسه من دلوقتي وابقى مصدعه وبتاع، لا مش هستحمل. هبتدي اول حاجه بالسبراي. استخدمت السبراي ده اللي هو بتاع جيرل ده، شكله كده هتلاقوه موجود على نون، ده بالدراجون فروت. احفظوا السبراي ده عشان هنستخدمه كتير قوي النهارده. اول حاجه برشه كده على كل وشي عشان يديني ترطيب. والميك اب لوك ده اللي خلى شكله حلو وباين ان هو بشرتي هو ستابل سبراي اللي هنحطها في كل فسوه في الميك اب لوك ده. هستخدم البرايمر ده بتاع شي جلام اللي اسمه بيرث داي سكين، اللي هو لونه بينك. في واحد تاني لونه ابيض مش حلو خالص، البينك احسن واحد. هاخد منه الكميه دي كده واورمت على ايديا بحيث يندمج وابدا اوزعه. متخافوش منه، مش بيسيب اي افكت ابيض. التاني اللي فظيع يا جماعه بيسيب افكت ابيض مش طبيعي، ده مش بيسيب اي افكت ابيض على بشرتي، وهتشوفوا هيندمج بسرعه ازاي. النهارده الطرحه بيضه فهتتبهدل بهدله مش طبيعيه، فلو شفتوها اتبهدلت ما تزعلوش عليها، عادي يعني هتتغسل وتبقى زي الفل. استخدمت ماي فيفورت فاونديشن من عند شي جلام اللي اسمه سكين فينيت، بموت فيه يا جماعه، مع ان ابتدينا نخش صيف بس نوعا ما مريحني جدا على بشرتي. الدرجه دي اسمها ساند. على فرشه الفاونديشن دي بتاعه بلاسم ونبدا نوزع على بشرتنا. وهرجع تاني للسبراي وارش شويه على بشرتي، وبعد كده ادمجه بالبيوتي بلندر. مش عارفه الفوكس راح فين بس هيرجع دلوقتي. حاسه الاضاءه عاليه شويه فخلينا نهديها حبه. يا لهوي اكستريملي ديفرنت. ايوه دي الاضاءه الحقيقيه، انا نسيت خالص اهدي الاضاءه. المفروض انا بعملها على 75 لقيتها على 100، فاللي هو يا لهوي يا لهوي. حاسه برضو ان انا فاتحه قوي زياده عن اللزوم. الكونتور استخدمت الكونتور بتاع شي جلام، الدرجه دي اسمها تراكوتا. اوكي، وحطيت يعني فاهمين حاجه كده ايه، خط، فاهمين، والجبهه. وما عملتش كونتور الانف لاني معتمده على الباودر اكتر. خدودي كانت ظاهره قوي في الميك اب لوك لاني عملت كده، خليت الكونتور شايل الخدود. هاخد الفرشه المحدده دي من عند بلوسم وهبتدي ادمج الكونتور بس ارفعه على فوق. فعليا كانت خدودي بارزه جدا، وده اللي انا كنت عايزاه، ان يبان كده ان انا خدودي مبقلظه. انتوا متخيلين ان انا داخله اعمل الميك اب لوك ده معاكم وبالظبط هخلص هقوم امسحه والبس انزل اخرج الولاد واوديهم المول؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ بس النهارده عيد ميلاد ديدي وما كنتش عايزه كده، اصل مش هنعملها عيد ميلاد، فما كنتش عايزه اليوم يمشي كده، يعني كنت عايزه اخرجها بس يعني مش اكتر. اوكي، افتكروا الخطوه اللي قلت لكم عليها، 7 كيلو سبراي. هاخد برضو نفس السبراي وارجع بقى بالبيوتي بلندر ادمج الكلام ده كله مع بعضه كده، الميك اب يخش في بعضه وما يبقاش فيه اي خطوط. يعني شايفين؟ نيجي للبلاش. استخدمت برضو بتاع شي جلام، الدرجه دي اسمها سواي برايت، وزودت حبه حلوين يعني فاهمين، كترت. وبالفرشه دي من عند جيسب، دي اسمها او رقمها فيس شيب 110، خدت فرشه صغنونه لان عايزاه يكون محدد في مكان معين مش اكتر. يا جماعه خطوه السبراي اللي بين الميك اب دي بتفرق قوي قوي في شكل الميك اب. بتخسرنا سبراي كتير وهيخلص بسرعه، بس اليوم اللي عايزه تكشخي فيه او تتشيكي فيه وعايزه الميك اب فعليا يبقى احلى حاجه في الدنيا، اخسري شويه سبراي بس فعليا هيفرق قوي في شكل الميك اب. هرجع برضو بالبيوتي بلندر امشي كده. والله ما هذا، بصوا للسكن، ثواني لسه الفوكس بيستعبط. بصوا للسكن
خطيره. كونسيلر من عند لوريال اللي هو المور ذان كونسيلر، الدرجه دي اسمها كاجو 329. ما بحبش خالص تحت عينيا يكون فاتح، عشان كده حاطه درجه غامقه، وممكن تكون باينه لكم انها فاتحه بس هي يا جماعه غامقه، يعني ما تستنوش منها النور الجامد اللي هتعمله. حط بس في الاماكن اللي عايزه فيها تغطيه زياده، مش عايزه اكتر من كده. الباص بتاع فهد بيرن وانا حطيت الكونسيلر احي. اوكي ديبورا هتجيب لي ديالا وتنزل تجيب فهد. الحمد لله هنلحق الكونسيلر كمان. هاي هاي هاو ار يو. يلا تعالي اقعدي نورينا. بص شدت المايك، اول حاجه اتشدت المايك. ثواني بس عشان ده ممكن يبوظ. احنا ممكن نلعب باي حاجه تانية غير المايك، معلش الصوت ممكن يبعد شويه. يعني ممكن ناخد دي نلعب بيها على ما ماما تدمج الكونسيلر. ايوه يعني مفيش رولز مع الاطفال حقيقي. استني يا ديدي، استني يا روحي، استني. خدي. اوكي هجيب فهد بس ونرجع نكمل. هلعب مع ديدي. الحمد لله حبايبي رجعت لكم سالمه غانمه الحمد لله. جابت فهد وخدت دياله. اوكي نيجي للتثبيت. استخدمت الباودر بتاعه لورا مارسي دي الترافل سايز، اكتر باودر استخدمتها في حياتي تقريبا. وبالسبونج اللي هي بتاعه رشا خلف دي اللي هي ليها سن، في منها بتوع شي ان، يعني استخدمي اي حاجه. بخف الباودر على ايديا كالعاده، يعني متعودين على التكنيك بتاعي. وبمشي تحت العين كده لغايه ما اضمن ان كله متثبت. وما شاء الله السيشن كله الميك اب ما اتحركش من مكانه ولا ليبستيك ولا اي حاجه، مع ان الصاله عندي ما فيهاش تكييف واليوم ده الجو كان حر جدا وكنا قاعدين على المروحه، بس الميك اب ثبت وكان زي القمر. اهم حاجه الاماكن اللي بتعرق دي اهم حاجه، تاكدوا ان انتوا عملتوا للباودر تابنج فيها كويس. بظهر بقى الاسبونج وابدا اثبت الوش كله. ما ثبتش بفرشه لاني عايزه ما فيش حاجه تتحرك من مكانها. استخدمت برونزر من عند تارت، الدرجه دي اسمها بارك ايف برنسس، وده كان ترافل سايز بس قاعد عندي ما شاء الله بقاله كتير جدا. وهستخدم البراش دي من عند بلاسم برضو اسمها برونزر. ويلا انا كنت عايزه بشرتي تبان اللي هو ايه سمره بس على بينك شويه. عارفين البينك تان ده اللي هو التاني البني بس داخل فيه سنة بينك. همشي بقى على مكان الكونتور اللي انا عملته عشان تفضل الخدود بارزه معانا. كونتور الانف مش هينفع خالص بالبرونزر اللي احنا حاطينه، لان زي ما انتم شايفين هو على تان بني، فانا عايزه حاجه شويه على رمادي، يعني الاندرتون بتاعها بارد. فاستخدمت بتاع فوزيشن فورمولا، واستخدمت البراش دي بتاعه النوز كونتور بتاعه بلاسم. الفرشه دي خطيره لكونتور الانف، هصدعكم بيها الفتره الجايه. شايفين يا ولاد الحلاوه يا ولاد؟ شايفين ما شاء الله؟ خطيره الفرشه دي خطيره. خليني اوريكم شكلها عشان لو مش عارفه تجيبي الفرشه بتاعت بلاسم يبقى عارفه الفرشه شكلها عامل ازاي. بصوا هي انجلد بس منفوشه شويه صغيرين، شايفين؟ وطويله مش قصيره، فحاولوا تجيبوا الشكل ده عشان يديكوا الكونتور ده. يلا خلينا نخش على الاي شادو. استخدمت الباليت دي بتاعت شوباريل، وبالنسبه لي دي بطل، يعني بجد الالوان بتاعتها بيجمنت قوي، بيجمنت مرعب. شايفين في بقى البنكات الحلوه دي، فيلا بينا. هبتدي اول حاجه باللون اللحمي ده. اوكي يا رب تكونوا شايفينه، هو ده. وهحطه از لون انتقالي، هو مش باين شويه بس يعني بينعم الالوان اللي بتتحط بعديه. وبعد كده هاخد اللون البينك ده وهحطه تحتيه بنفس الفرشه. انتي بقى تكتري تغمقي تفتحي از يو لايك، بس انا كنت البيجمنت كان باين عالي قوي عشان كده اداكوا الاحساس بتاع الباربي ده. وبقرب اللون لقدام، شايفين كده؟ هو على الحقيقه اغمق بكتير من التصوير، يعني التصوير برضو مفتح اللون. وبعد كده هاخد اللون ده، شايفينه لون موف كده شويه، وهحطه هنا في كسره العين. مش هتحسوا بفرق قوي بس هيبان في التدريجه بتاعه اللون الاخراني. شايفين ابتدى يظهر حتى اللون اللي موجود فوقيه.
بعد كده هاخد اللون الموف ده وهحطه على الجفن المتحرك. مش مهم يكون مظبوط قوي لان احنا هنغطيه بلون شمر. وبعد كده هاخد اللون الموف الشمر ده يبان غامق شويه، ايوه ده، وهحطه هنا كده. بالفرشه اللي حطيت بيها اللون تحت عينيا هاخد كده حبه صغيرين من اللون اللي بيلمع واحطه في نص العين عشان لما يضرب اي اضاءه فيه ريفلكت جوه عينيا، بس في النص بس. بعد كده عايزين نحط لون ابيض في مدمع العين، فهاخد اللون الابيض ده، هو ابيض ابيض، وببن برش وهحطه هنا كده. شايفين لمعته خطيره، البالت دي مرعبه مرعبه. وشايفين بقى ايه، هسحبه على فوق كده بحيث يبقى محاوط العين. بعد كده هاخد كومباكت باودر من عند الاجيرل اسمها برو فيس، الدرجه دي اسمها كريمي ناتشرال، وهبدا انضف الاي شادو وانضف الكونتور بتاع الانف. الايلاينر كان شكله بيرفكت، كان ولا غلطه، وكان سواده حلوه قوي لاني استخدمت الايلاينر ده بتاع شابريل. انا في العادي ما بحبش خالص استخدم ايلاينر جل، بس كنت عايزه الميك اب يبان فخم كانه ميك اب عروسه كده، فاستخدمت الجل ده واستخدمت معاه الفرشه دي بتاعه الايلاينر برده من عند بلس. مش هكدب عليكم، انا ما بحبش خالص ارسم بالجل لان بالنسبه لي هو صعب، يعني مش صعب اني ما بعرفش، بياخد وقت وانا بحب انجز الصراحه، ما بحبش الحاجه اللي تضيع وقتي. فيلا بالراحه كده ونركز. اوكي حبايبي، بالشكل ده كده الصراحه الجل بياخد وقت طويل قوي عشان يطلع شكله شارب ونضيف والعينتين زي بعض، فالموضوع بالنسبه لي ممل، يعني انا بحبش قوي اشتغل بالجل، يعني بالنسبه لي القلم اسهل بكتير. نيجي لرسم الحواجب، رسمتهم بالطريقه العاديه اللي برسم بيها حواجب، بس خليتهم طايرين حاجه بسيطه قوي من الطرف عشان ما ينزلوش يقفلوا عينيا. هاخد القلم الابيض ده من عند شي جلام وانا حطيته جوه عينيا ووسعتها، يعني بعد ما حطيت القلم هنا كده سحبته على بره شويه كده، شايفين فتح عينيا قوي. هحط الرمش ده من عند روكا لاشز من باك اسمها هورسكوب او هورسكوب مش هورسكوب. اوكي، ببص تحت وبحطه على اللاين بتاع الرموش كده. كان فارق لي قوي ان الرمش يكون مبين شكل الميك اب بس ما يكونش اوفر وانا مفتحه او مغمضه. اوكي، ده شكله كده يبين شكل العين من غير ما احس ان انا مقفره في شكل رموش. بعد كده هستخدم الماسكارا بتاعت باد جال اللي هي الترافل سايز، وابدا بس ابوش الرموش بتاعتي كده لفوق عشان تلزق في الرموش اللي انا حطاها وما يبقاش في فرق ما بينهم، فعليا ما كانش باين اي فرق في الصور الصراحه. نيجي للبلاش، كنت حاطه البلاش ده من عند شي جلام، تمام، بس طلع شكله خطير، هو متدرج كده، انت ممكن تاخدي من الفاتح او من الغامق، بس انا كنت مزوده البلاش شويه. وبعد كده رجعت حطيت عليه البلاش ده من عند شي جلام، الدرجه دي اسمها دونت بينك توايس، وكنت حطاها على الجزء ده كده، عشان كده كانت خدودي باينه بامبي قوي بسبب البلاش ده. اوكي، نيجي للهايلايتر. اكيد انا حطيت اوفرا، لان اوفرا هو اللي يعني نوره كان مش طبيعي، فهاخد كده من الهايلايتر بتاع اوفرا كان كده بالظبط. الميه اللي فوق دي خطيره بتجنني.
الليبستيك بقى كان باين ان الاطراف كانت غامقه والليبستيك من جوه كان لونه افتح شويه. انا خدت الليب لاينر ده من عند شي جلام اللي اسمه سو 90 اس ليب لاينر. هو نفس جو التسعينات، عارفين لما كان الليب لاينر هو اللي ترندي قوي، هو كده. اوكي حبايبي بالشكل ده. اخر حاجه بقى هعمل زي حسنات او هحط او هبين الحسنات بتوعي. واخر حاجه هحط السبراي ده برده عشان يفكس الميك اب كله مع بعضه. ومثبت الميك اب بتاع محمود سعيد باورفول جدا، خلى الميك اب لزق ما اتحركش من مكانه. مصيبتي معاه ريحته صعبه. وبس كده يا حلوين، ده الفاينل لوك كده زي ما انتم شايفين. يا رب الميك اب لوك يكون عجبكم ويكون فاتكم باي حاجه في الدنيا. انا قمت لبست الفستان ولبست كل حاجه عشان تحسوا ان انتم في نفس الفايب وتحسوا بالميك اب زي ما كان بالظبط، لان لو كنت وريته لكم على الهدوم التانية ما كنتوش هتحسوه حلو زي ما كان كل الاوتفيت كده على بعضه. الفستان ده انا كنت جايباه من عند شي ان، ده المفروض ان هو معمول للجندر ريفيل او للي عايز يعلن عن نوع البيبي والكلام ده كله. انا كنت جايباه السنه اللي فاتت اول ما كنت حامل في الدياله، كنت جايبه 2 فستان. هم بعتوا لي 2، يعني كنت منقيه 2 فراحوا هم بعتوا لي الاثنين. واحد اتصورت بيه في الجندر ريفيل، هحط لكم صورته هنا، وده كان تاني واحد. الصراحه شكله كيوت قوي وهو لايق على فكره ان يعني فاهمين كيوت شبه البنات، وفي نفس الوقت كده تحسوه قايم، يعني تحسوا فستان بس داخل فيه حركات البنات دي عارفينها. فبس كده يا حلوين. وحقيقي فعليا بيقولوا ان الهدوم والميك اب بيأثروا على الواحد. يعني انا حاسه دلوقتي ان انا بقيت كيوت قوي، يعني حاسه في كلامي كمان حاسه اني بقيت كيوت. فمن الواضح ان انا لبست الشخصيه، عارفين كده نفوق بقى لنفسنا، عشان المفروض ان انا اقوم اشيل كل ده وانزل يتهان كرامتي دلوقتي في المول وانا بخرج الولاد. انتوا متخيلين؟ فبس كده حبايبي، انا حقيقي استمتعت وانا بحط الميك اب ده لانه كان عاجبني، وانا لما كنت بحطه ساعه الفوتو سيشن بتاع ديالا فعليا كنت مبسوطه وكان مزاجي رايق، عشان كده طلع شكله حلو. هحاول على قد ما اقدر اني احط لكم تحت في الديسكربشن بوكس كل المنتجات اللي انا استخدمتها، وان نسيت سامحوني. اوكي بس كده. ما تنسوش كمان تعملوا لي فولو على انستجرام، هحط لكم الاكونت دلوقتي على الشاشه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.